ثقل كريستيانو على جورجينا وكانت غاضبة على جونيور وتصرخ عليه، فسألها كريستيانو: لماذا أنت غاضبة كل هذا الغضب عليه؟ ردت قائلة: إنه يمضي كل وقته في التدرب على كرة القدم، وهذا يزعجني ويغضبني لأنه مهما تدرب لن يصبح مثل والده، فلكل شخص موهبته الخاصة، لهذا عليه أن يهتم بدروسه أكثر. تنهد كريستيانو ولم يعرف ماذا يقول، ثم خطرت في باله تلك القصة الخيالية التي قرئها لابنه ماتيو قبل أن ينام، ثم قال لهم: انصتوا إلي. كانت مجموعة من الضفادع تقفز مسافرة بين الغابات، وفجأة وقعت ضفدعتان في بئر عميق. تجمع جمهور الضفادع حول البئر، ولما شاهدوا مدى عمقه صاح الجمهور بالضفدعتين اللتين في الأسفل أن حالتهما ميؤوس منها وأنه لا فائدة من المحاولة. تجاهلت الضفدعتان تلك التعليقات وحاولتا الخروج من ذلك البئر بكل قوتهما وطاقتهم، واستمر جمهور الضفادع بالصياح بهما أن تتوقفا عن المحاولة لأنهما ميتتان لا محالة. أخيراً انصاعت إحدى الضفدعتين لما كان يقوله الجمهور، واعتراها اليأس فسقطت إلى أسفل البئر ميتة. أما الضفدعة الأخرى فقد استمرت على القفز بكل قوتها، ومرة أخرى صاح جمهور الضفادع بها طالبين منها أن تضع حداً للألم وتستسلم للموت، ولكنها أخذت تقفز بشكل أسرع حتى وصلت إلى الحافة ومنها إلى الخارج. عندئذ سألها جمهور الضفادع: لماذا لم تسمعين صياحنا؟ شرحت لهم الضفدعة أنها مصابة بصمم جزئي، لذلك كانت تظن وهي في الأعماق أن جمهور الضفادع يشجعونها على إنجاز المهمة الخطيرة طوال الوقت، ولم تكن تعرف أنهم يطلبون منها الاستسلام. ثم قال كريستيانو: هناك 3 عبر في هذه القصة، وتمنى من كل شخص أن يعمل بهم، وأشار إلى جورجينا وجونيور. أولاً، قوة الموت والحياة تكمن في اللسان، فكلمة مشجعة لمن هو في الأسفل قد ترفعه إلى الأعلى وتجعله يحقق ما يصبو إليه. ثانياً، أما الكلمة المحبطة لمن هو في الأسفل فقد تقتله، لذلك انتبه لما تقوله وامنح الحياة لمن يعبرون في طريقك. ثالثاً، يمكنك أن تنجز ما قد هيأت عقلك له وأعددت نفسك لفعله، فقط لا تدع الآخرين يجعلونك تعتقد أنك لا تستطيع ذلك. وهكذا انتهت القصة الخيالية، وأتمنى أنها نالت إعجابكم. لا تبخلوا علينا بوضع لايك واشتراك.